السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 4 أبراج معانا تتهيأ لأحداث وتغييرات جذرية لحياتها، خاصة النصف الأول من شهر يوليو 2025، من شهر 7 2025. قبل ما اكمل بس كده، الناس اللي بتتابعنا يا جماعه اشتراك وتفعيل الجرس يصلك مني كل جديد. انت لو حابب ان انت تشوف الحقيقه والعلم اللي عايز قراءه خاصه، القراءه اتصال مباشر ساعه 2 3 مكالمه مباشره، بعرفك بامر كل شيء عن حياتك، السنوات القادمه، السنوات الاكثر حظا الاقل حظا، كل شيء. ودي امانه، دي امانه، وحياتك امانه. والناس اللي عملوا معايا قراءات فاهمين كلمه حياتك امانه دي كويس جدا. اللي عايز قراءة يتواصل على هذا الرقم اللي كاتبه على الشاشة وكاتبه على عنوان الحلقة، ونبدأ ونقول 4 أبراج تتعرض لأحداث وتغييرات جذرية لخط سير حياتها النصف الأول من شهر يوليو، خاصة بداية من يوم 5 ومن البداية من يوم 7. وتذكروا هذا التاريخ، تذكروا هذا التاريخ. طيب هنقول كل برج ونقول الأسباب. هم 4 أبراج. أول برج معانا هو برج السرطان. برج السرطان انت في فتره من المفروض اروع طبعا فترات حياتك، لكن ده ما يمنعش ان في تحركات كوكبيه اخرى بتغير نوعا ما الاجواء، بتغير الاجواء. طيب ايه اللي ممكن يحصل معاك؟ اولا نتحدث عن تاثيرين كوكبيين مهمين جدا، الزهره واورانوس، خاصه اورانوس بانتقاله الى بيتك ال 12. انتقال اورانوس الى بيتك ال 12 بدايه زي ما قلت كده من يوم 7، وان كانت تاثيراتها هتبقى مقدما موجوده معاكم، لكن يوم 7 انتقال اورانوس هو كوكب الانقلابات والتغييرات. طيب وجود المشتري في بيتك الاول مؤخرا مع انتقال اورانوس يجعلك تختار الطريق اللي انت لازم تختاره، ولن تجعلك المرحلة في طريق مش بتاعك أو علاقة مش بتاعتك، وستكون الأكثر حظا في الانقلابات. ليه؟ زي ما يكون أنت بتضل الطريق وحد بيوجهك لطريق تاني. أنا بتكلمك على حاجة هتحصل، وشوف اللي هيحصل مع من ضل الطريق. هنا أتحدث عن خاصة اللي ضل الطريق، خاصة الناس اللي مش عارفين راسها من رجليه، خاصة الناس اللي اتبهدلت، خاصة الناس اللي حياتها قعدت 3-4 سنين حياتها متبهدلة أو متعايشين مع أوضاع مش بتاعتهم. إذا برج السرطان أنت الأكثر تغييرا للأفضل، للأفضل، نتيجة لاكتشاف حقائق، نتيجة ظهور امامك فرص جديده، نتيجه لاكتشاف ان لك حق هتبدا تاخده، وهكذا. الاف الامثله، الاف الامثله. اذا اول برج معانا هو برج السرطان. تاني برج معانا هو برج الحوت. برج الحوت انت محتاج لتلك المرحله قولا واحدا، محتاج لتلك التغيير او تلك الافكار او الطاقه التي ستحدث معك. ليه؟ لانك اتدبست كتير، اتبهدلت كتير، لكن انت ما عندكش جزئيه انك تغير بسهوله. انت عامل زي الابراج الترابيه، خاصه برج الجدي، ما بتغيرش بسهوله. لازم تكون في حاجه قويه تجعلك تغير او تجعلك تتغير. التوزيع الكوكبيه هتاثر عليك بنسبه كبيره جدا، خاصه مع الدائره المقربه. فتلك التوزيع الكوكبيه اورانوس الذي ينتقل الى بيت بالنسبه لك من اهم البيوت، بيتك الرابع. والبيت الرابع هو برج الجوزاء، وبيتك الرابع هو بيت الحساسيه، العلاقات، الشراكات، وايضا تعاملاتك مع الدوله. لكن التاثير الاكبر هيكون مع العلاقات، فلديكم انقلاب كبير جدا 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 في جزئيه العلاقات. حبايبي برج الحوت، لديكم مرحله مصيريه في علاقاتكم وحياتكم والناس اللي حواليكم ونوعيتهم، نوعيه الناس اللي حواليك حتى هتبدا تبص لها بعين قويه. ثالث برج معانا هو برج القوس.
حبايب برج القوس من الابراج المسروقه، خاصه في الشراكات وامور العاطفيه. مرحله مصيريه بالنسبه للحياه العاطفيه او منزلك او بيتك، او هنقول مع شريك الحياه سواء كنت رجل او امراه والعكس. فتره من الفترات التي يحدث فيها الحقيقه. اورانوس ياتي الى هذا البيت انقلابات للشراكات ونوعيتها، شكل شريك الحياه اللي انت عايزه في دماغك، طبيعته، طريقته، اسلوبه، حياته، مقارنات تزداد، ومرحله مصيريه. ايضا نوعيه الحياه، هيبقى عندك نظره مختلفه لنوعيه الحياه اللي انت عايشها. هل الحياه اللي انت عايشها دي مناسبه؟ هل الحياه اللي انت عايشها دي هي فعلا الحياه اللي انت كنت تتمناها؟ هل الحياه اللي انت عايشها دي فعلا بالشخصيات، بالكوليكشن، الكوكتيل اللي حواليك ده، هي دي اللي انت شايفه ل5 سنين قدام هتقدر تستحمله؟ مجرد حتى اللي انت تستحمله. افكار كتير وحاجات كتير هتيجي في دماغك، ومن اهمها هي ممكن يحدث انقلاب لبعض العلاقات اللي فيها شرخ، مش العلاقات القويه. اخر برج معانا هو برج العقرب. حبايب برج العقرب، الغموض. دائما انت يا برج العقرب حياتك فيها سر مخفي، او حياتك فيها لغز مش عارف توصله. كتير في لغز مخفي عنك، سر مش عارف توصله، حاجه مش قادر تتفهم او مش قادر تفهم او توصل لدماغ الناس اللي حواليك، او هم يستوعبوك او يفهموك. خلال الفترة تحط كل حد عند حده، لأن عندك أورانوس في بيت من البيوت المهمة جدا التي تمثل الشخصيات، مش هقول الشخصيات السيئة أكتر من الشخصيات الحويطة، أو كشف لأقنعة ناس كتير جدا، وأيضا حقيقة مشاعرك. فترة لن تستطيع أن تستمر على وضع مش بتاعك، فترة لن تستطيع أن ترى أشياء غامضة وتعيشها من غير ما تفهم ليه الغموض. الناس اللي مش مفهومه حواليك، انت انا مش فاهمك، انت مش صريح، انت مش واضح، الى جانب حياتك ككل. هل دي الحياه اللي تناسبك؟ هل دي الحياه اللي انت كنت تتمناها؟ هل دي الحياه اللي انت كنت بتفكر فيها من 5 سنين؟ هل انت وصلت له دلوقتي؟ دي الفكره التي تطل على حبايبي برج العقرب. اذا دول الاربع ابراج اللي هيحدث لهم انقلابات وتغيير جذريه في خط سير حياتهم النصف الاول من شهر يوليو 2025. هعيد تاني التنويه الناس اللي بتتابعنا، اشتراك وتفعيل الجرس يوصلك من كل جديد. انت لو حابب ان انت تشوف الحقيقه اللي عايز قراءه خاصه، بعمل قراءه مكالمه مباشره ساعه 2-3، بعرفك بامر كل شيء عن حياتك، السنوات القادمه، السنوات الاكثر حظا لكل حظا، كل شيء، ودي امانه وحياتك امان. اللي عايز قراءه يتواصل على هذا الرقم الكاتبه على الشاشه وكاتبه على عنوان الحلقه. يا رب كده حبايبي جماعه الابراج دايما تكون بامن وامان. سلام عليكم.